أخطاء بتدمّر موبايلك، وفي الفيديو هنتكلم عن سلسلة أخطاء بتدمّر موبايلك، وإيه هي الأخطاء اللي ممكن تدمّر موبايلك، وفي أخطاء كلنا بل معظمنا بيعملها، واللي ما بيعملهاش كلها أكيد بيعمل جزء منها. وإيه هي الأخطاء دي؟ في منها أخطاء بتدمّر البطارية زي طريقة الشحن الخطأ ونسبة الشحن وبعض الميزات اللي بتكون موجودة على الأجهزة نفسها للتحسين من أسلوب الشحن، ومعظمنا ما بيكونش مفعّلها، والحاجات دي بتأثّر على البطارية، في منها على المدى القصير وفي منها على المدى الطويل. بس لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة، عشان صدقوني السلسلة دي هتفيد ناس كتير جدًا، 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 لإن السلسلة دي مش عن البطارية فقط، كمان في أخطاء بنعملها في طريقة استخدام الهاتف بتأثّر على المعالج والرام، وبتخلّي الموبايل يبقى بطيء معاك في الاستخدام ومع الوقت. وكمان في ميزات حماية متوفرة في معظم الهواتف معظمنا ما يعرفش عنها حاجة، والميزات والخواص دي بنفعّلها هتحميك. لمّا تفعّلها هتحميك من الاختراق، وكمان هتحافظ على خصوصيتك وبياناتك. وكمان السلسلة دي هنتكلم فيها عن تطبيقات بتكون موجودة على الأجهزة واخدة أذونات، ممكن التطبيقات دي تكون هي اللي بتستهلك البطارية، تكون هي اللي بتضيّع بياناتك، تكون هي اللي ما بتحافظش على خصوصيتك. وفي السلسلة دي لو أنت حابب تعرف أكتر عن موبايلك وعن الطريقة الصحيحة لاستخدام الموبايل، يبقى لازم تشترك وتفعّل زر الجرس عشان الفيديوهات توصلك أول ما تتنشر. وفي السلسلة دي هاتكلم معاكم، اسمحوا لي أتكلم بتلقائية مع بعض ونشرح كل حاجة بدون رسميات. قولوا لي تعليق تفضّل نبدأ بإيه، وأكتر حاجة هتطلب هنبدأ بيها. ننشر في البداية السلسلة عن البطارية والّا عن الرام والمعالج والّا عن الحماية والخصوصية والّا عن التطبيقات اللي ساعات بتكون بتاخد نسبة شحن بتسخّن الجهاز، وكمان ما بتحافظش على خصوصيتك وبياناتك. ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعّل زر الجرس،